الفنانة إجلال زكي بطلة مسرحية سك على بناتك ظهرت في برنامج ياسمين عز كلام الناس، وقالت حاجات أول مرة نسمعها. ولما سألتها ياسمين عز قالت لها انت الوحيدة اللي ما اتضربتيش في مسرحية سك على بناتك. قالت لها لاني انا الوحيدة اللي طلبت من الاستاذ فؤاد اني ما انضربش، لاني بقدم برامج للاطفال وانا القدوة بتاعتهم. والفنان الكبير فؤاد المهندس اقتنع فعلا وقال لها عندك حق، وفعلا هي الوحيدة اللي ما اتضربتش في مسرحية سك على بناتك. اما الجزئية التانية اللي سألت عليها قالت لها انت رفضتي حاجات وادوار جاتلك قدام الفنان الكبير عادل امام. قالت لها فعلا كانت الادوار بتبقى جميلة جدا، لكن اي بوسة او قبلة انا ما كنتش بقبل بيها، فهو ده كان سبب رفضي. والسبب الأساسي اللي خلاها تبتعد عن الفن إنها أجرت عملية تغيير شرايين في القلب، وده أدى إنها ما تقدرش تعمل مجهود كبير يتعب قلبها.